لكل قصة بداية، وبداية قصتنا كانت في 1996 مع نزول ريزيدنت ايفل. وبوم، اللعبة دي كانت جبارة لدرجة ان ريزيدنت ايفل لو نزلت فبراير كل ألعاب الرعب التانية هتنزل مارس. محدش يقدر ينافسها. مين المجنون اللي غاوي خسارة اللي ممكن ينافس ريزيدنت ايفل؟ فأثناء ما كانت كابكوم شغالة على الجزء الثالث من ريزيدنت ايفل، كان مجموعة من مطورين كونامي باسم تيم سايلنت شغالين على سايلنت هيل، واللعبة كانت ناجحة جدا. قدمت قصة حلوة، شخصيات حلوة، وأجواء رعب أحسن حتى من ريزيدنت ايفل. وطبعا بحكم إن اللعبة نجحت فكان لازم يعملوا جزء تاني. ومن هنا بدأ الشغل على أحسن لعبة رعب وواحدة من أحسن الألعاب في التاريخ، Silent Hill 2. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? بتبدأ قصتنا في حمام في طريق سفر، وبطل القصة جيمس بيجيله رسالة من مراته ماري اللي ميتة بقالها 3 سنين إن هي مستنياه في مدينة سايلنت هيل. وبتبدأ رحلتنا في التدوير عليها. بتبدأ تمشي في المدينة، ولما تمشي هتدرك إن التحكم هنا بنظام التان كنترول، بمعنى إنك بتتحرك حسب مكان وقوف الشخصية مش زاوية الكاميرا. النظام ده معجبنيش بصراحة، بس لحسن الحظ تقدر تغيره. المهم بتمشي مسافة طويلة تحسها محطوطة حشو في اللعبة، بس برضه منها بتعرف ان اجواء مدينة سايلنت هيل مش مريحة، لحد ما بتوصل المقابر وبتقابل اول شخصية في اللعبة. بتسألها عن ازاي تروح سايلنت هيل، وبتقول ان المدينة دي فيها حاجة غلط، وبتنصح جيمس انه ما بيروحش. بتقول لجيمس ان هي جاية هنا عشان تدور على مامتها، بس جيمس بيدخل برضه المدينة وبيشوف خط دم على الطريق وحاجة غريبة وسط ضباب. بيفضل يمشي وراه لحد ما بيلاقي جهاز لاسلكي بيشوش وكائن غريب عجزت عن وصفه بصراحة، وجيمس بيضطر يقتله. ومن هنا بتتغير مغامرتنا تماما، وبتعرف برضو ان اللعب مش اسطوري. كل الموضوع بتفضل تضرب الاعداء وتدوس عليهم، بسيط بزيادة بس بيأدي الغرض. بتحل الغاز هتكلم عنهم قدام. المهم بتستكشف في المدينة والخريطة بتساعدك اللي استخدامها حلو بالمناسبة. كل ما بتعدي على مكان او طريق مقفول جيمس بيعلم عليه علامات كأن شخص بيستخدم خريطة بجد. وفي خرائط تانية بتكون الأماكن من جوه المدن والأماكن. المهم بتمشي في المدينة لحد ما بتلاقي عمارة وبتدخلها عشان تستكشفها. بتبدأ تستكشف العمارة وبتدخل أوضة بتلاقي فيها مانيكان ومتعلق عليه كشاف. أخيرا تقدر توطي البرايتنس، بس الغريب مش هنا. الغريب إن المانيكان ده بيبقى لابس الهدوم اللي كانت في الصورة اللي معاك لمرات جيمس ماري. واول ما بتاخد المانيكان ده بيقوم وحش اغرب من اللي قبله. تحسه مانيكان بس برجول مكان دراعات، او 4 رجول بمعنى صح. الوحوش هنا اشكالهم غريبة يعني، بس بتقتل الوحش وبتكمل استكشافك. تلاقي مفتاح ورا بوابة حديد بتحاول تاخده، ولكن Ow! Hey, wait! Damn it. بتدخل بعدها أوضة بتلاقي عربية سوبر ماركت وفيها مسدس. بتاخده وبتكمل رحلتك. بتسمع صوت صريخ، بتروح للصوت وبتشوف المنظر ده.
بتدخل الأوضة وبتلاقي واحد مقتول قدام تلفزيون، وبيقابلك أول لغز في اللعبة اللي كان مستوى عادي. بتلف عقارب الساعة لحد ما تسمع صوت، وبعدها بتلاقي فتحة ورا الساعة تدخل منها وبتكمل لحد أوضة وبيشتغل مشهد أفضل إنكم تشوفوه. الكائن ده أغرب حاجة شفتها في حياتي. المهم إن جيمس بيفضي عليه خزنة مسدس لحد ما تطوعا منه بيمشي، وبتقابل لغز العملات واللي بيخليك تستكشف أكتر في العمارة عشان تلاقيهم. وفي أثناء تدويرك بتقابل شخصية جديدة بيقعد ينفي إنه عمل حاجة بس مش بيقول إيه هي، وجيمس أصلا ما سألوش. ولما جيمس سأله عن الراجل المقتول بيرد يقوله إنه مش هو اللي قتله. بتفتح باب الخروج وبتلاقي مفاجأة، الباب بيطل على شباك عمارة تانية وبينهم هاوية. العمارة التانية مش مميزة خالص، تحسها نفس المنطقة. المهم انك بتوصل لأوضة تانية وهنا بيشتغل مشهد في أوست أقدر أقول إنه من أعظم ما سمعت أذناي. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Angela. Angela. Okay. المحادثة بينهم غريبة. جيمس بيسأل أنجلا هي بتعمل إيه بسكينة، وبتقوله إنهم زي بعض والهروب هو الأسهل. جيمس تحسه بيتوتر وبيقوله إنه مش زيها، فأنجلا بتسأله إذا كان خايف وبعدين بتعتذر. وجيمس بيسألها عن أمها وبتقوله إنها لسه ملقتهاش، فجيمس بيقول لها إن كل اللي هي تعرفه يعني إن هي عاشت في المدينة دي. How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah, Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. وبعدين بتسأل جيمس عن مراته وبيقول لها إنه لسه بيدور عليها بس هي أصلا ميتة. وهنا أنجلا بدأت تخاف وبتقول إنها لازم تروح تشوف أمها، وقبل ما تمشي بتدي جيمس السكينة في مشهد غريب. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. I'm sorry. I feel bad. Please don't. وبعدها بتروح لأرعب بوس في اللعبة، مش بس عشان هو الأول بل كمان انت بتقعد تضرب عليه وهو صنم ولا كأنه في حاجة، لحد ما تطوعا منه زي المرة اللي فاتت بيسيبك ويمشي، وبكده تقدر تسيب العمارة. بتمشي من العمارة وبتقابل البنت اللي داست على ايد جيمس في العمارة. You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? اللقاء ده غريب زي كل حاجة في اللعبة. تحس البنت تعرف جيمس أصلا، وكان إيه قصدها إنه مش بيحب ماري.
بتروح جنينة وهناك بتقابل واحدة شبه مرات جيمس بالظبط. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? جيمس بيبان عليه الارتياب وبيقول انه لازم يمشي يدور على ماري، وماريا بتقول له انه مش هو قال انها ماتت، على الرغم ان جيمس ما قالش كده قدامها. Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe you hated her. Don't be ridiculous. في ايه؟ ليه كل شوية حد يجيب سيرة ماري؟ وليه بيقولوا ان جيمس بيكرهه؟ وليه اللعبة دي كل شوية تحط أسئلة في دماغي؟ المهم بتكمل رحلتك وماريا بتيجي معاك، بتوصلوا لصالة بولينج وماريا بتقول انها هتستناك بره، وبتدخل وبيجي مشهد الوحيد في اللعبة اللي بدون جيمس. So what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Huh, you're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. No, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you're sorry? Well, I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. وأول ما جيمس بيدخل البنت لورا بتهرب، جيمس بيطلع وراها بس مش بيلحقها، وماريا برضو ملحقتهاش. البنت هربت من ممر تحس إنها فار. ماريا بتوديك من طريق تاني بتعدوا من مالها، والغريب إنها معها مفاتيحه. أعتقد ده بيبين حاجة. بتروح الناحية التانية وبعدين بتشوف لورا بتدخل جوه مستشفى. جيمس وماريا بيدخلوا ورا لورا المستشفى، وفي المستشفى بتتعرف على وحش جديد اللي هو الممرضة. الوحوش هنا نفس الشيء، الفرق بس في شكلهم. فأثناء تدويرك ماريا بتتعب وبتكمل تدوير لوحدك. بتقابل لغز تاني بس خلاص مش هتكلم عنهم عشان وقت الفيديو ما يطولش عن اللازم وعشان مليانين رمزيات. المهم بتوصل للسطح وهنا بتقابل تاني الوحش الهرمي وبيرمي جيمس من فوق. بعد ما بتقع بتكمل تدوير وأخيرا بتلاقي لورا. Laura? Huh? You know my name?
Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway. وبتروح مع جيمس في الآخر، بس في نص الطريق بتقول إن هي نسرت رسالة من ماري وبيروحوا يجيبوها، ولورا بتضحك عليك وتقفل الباب وتسيبك مع الوحش المشنوق وتهرب. بعد ما بتقتلهم جيمس بيغمى عليه وبيروح لعالم موازي اللي هو نفس التصميم، بس الفرق انه سوداوي اكتر ودموي اكتر عن العالم اللي انت كنت فيه. وبعد ما بترجع تاني لأوضة ماريا بتلاقيها فاضية وفيها أدوية كتير، كأن ماريا تعبت جامد، فبتخرج وبتكمل استكشافك في المستشفى لحد ما بتظهر تاني. بتتهم جيمس ان هو محاولش ينقذها وانه مش بيهتم بيها، بتطلب منه ما يسيبهاش تاني وانه المفروض يهتم بيها. وبعدين بتسأله عن لورا، المهم انهم لازم يلاقوها. وبعدين بتحصل مطاردة مع الوحش الهرمي وبتنتهي بفراق ماريا. Open up! جيمس بيسكت وبيقعد على الأرض في قمة الإحباط، وبعدين بيقوم من غير ولا كلمة كأنه مفيش حاجة حصلت، وبيكمل مغامرته في إنه يلاقي ماري. بتخرج من المستشفى وبيبان إنه عدى وقت كتير والمدينة بقت ضلمة، دلالة إن أنت في عالم موازي لسه مش في سايلنت هيل. بترجع تاني للجنينة وبتلاقي تحت قبر مفتاح بتاع متحف قديم. الغريب في المتحف ده انه في شق كبير في الحيطة بينزلك سلم طويل ومنه بتوصل لحفرة واللي جيمس بينط فيها. بتقع في بير، بتكسر الحيطة وبتوصل لمكان زي المجاري، وبتلاقي حفرة تاني وجيمس بينط فيها. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. Pow. بتلاقي جثة جنب ايدي وبيقول لجيمس ان هو اللي استفزه بنظراته زي اللي فات، قصده هنا على اللي كان في العمارة. وبعدين ايدي بيضحك وبيقول انه كان بيهزر وبيقول انه لازم يمشي. بتوصل للسجن واللي هو اكتر منطقة كلوستروفوبيك في اللعبة. بتستكشف شوية وبعدها بتنط في حفرة تاني. دخلت زي مشرحة ونطيت في حفرة تاني، وبعدين بتنط في حفرة تاني، وجيمس ما بقاش بيفكر نهائيا وبقى بينط على طول. وهنا الموضوع خرج بره حدود المنطق. يعني انت رحت جنينة لقيت فيها قبر جواه مفتاح، وداك متحف، نطيت في حفرة ورا حفرة ورا حفرة ورا حفرة لحد ما وصلت السجن. اعتقد دي رمزية عن مدى يأس جيمس ان هو متبلد وبيمشي ورا اي حاجة عشان يلاقي مراته. ما اعتقدش حد عاقل هيشوف حفرة ضلمة في متحف مهجور واول حاجة يعملها انه ينط فيها. المهم بتلاقي اسانسير بتدخله وبيبدأ ينزل بيك، ودلوقتي مع اغرب مشهد في اللعبة دي. You're alive! Maria! بتكتشف ان ماريا عايشة، بس السؤال هل دي ماريا؟ بتقولك فاكر الاوتيل والفيديو اللي صورناه، بس مش المفروض ان الكلام ده كان مع ماري؟ وحتى لو دي ماريا هي ازاي عايشة؟ وجيمس بيخرج عشان يحاول يوصل لماريا. في طريقه انه يدخل بالأوضة بيلاقي أنجلا خايفة من وحش وبتكلمه بصفة ان ابوها، وبعد ما بتقتله أنجلا بتغضب وبتقعد تضربه.
you okay? وفي المشهد بيبان ان ابو انجلا ليه ماضي اسود وانه كان بيستغلها وبيضربها، وبعدين بتسأله عن مراته. You said your wife Mary was dead, right? Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ليه جابت سيرة مراته؟ وليه بتقول انه جيمس كذاب؟ هل ممكن تكون ماري عايشة؟ المهم بنكمل وبنوصل للغز الجثث المشنوقة، واللي كان أمتع لغز في اللعبة وما كانش فيه أي حاجة تعجيزية. بعد ما بتحله تقدر توصل لماريا. Maria? Maria? Maria, no! What happened to you? Why? Why? ماريا ماتت تاني، والمرة دي في ظروف غامضة، أو ممكن تكون ماتت من المرض. جيمس لما بيشوفها بيجاوب على المشهد ده بكلمة واحدة بس: Mary. مرات جيمس اللي ماتت من مرض، واللي ماريا شبهها، اللي ماتت مقتولة على إيد وحش، والمرة التانية ماتت من المرض. هل ماريا حقيقية أصلا؟ ولا جيمس بيهلوس بأحداث قديمة؟ بعد موت ماريا جيمس رجع تاني ما قداموش غير إنه يدور على ماري. بيوصل لمقابر وبيلاقي قبر قدامه حفرة ومكتوب عليه اسمه. بينط في الحفرة وبيوصل لمكان زي تلاجة. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a wasted skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. لما جيمس بيستغرب منه ايدي بيغضب، بس الغريب هو اللي قاله ايدي. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? يعني ايه سايلنت هيل استدعتك؟ وازاي هما الاتنين زي بعض؟ المهم ان بينتهي الحوار بمقتل ايدي وصدمة جيمس انه قتل انسان. Eddie? Eddie? I killed a human being. A human being. وبعدها بدون سبب واضح جيمس بيتساءل: هل فعلا ماري ماتت من 3 سنين؟ بيخرج جيمس وبيكمل بحثه وبيركب مركب وبيمشي مسافة طويلة لحد ما بيوصل لزي منارة، ومن هنا بيوصل وجهته الأخيرة في رحلتنا كمان، وهي فندق البحيرة.
بتوصل للفندق وبتلاقي خريطة، والغريب إن مكتوب على الخريطة دي في انتظارك، ودي نفس الأوضة اللي كان جيمس وماري فيها قبل كده. بتكمل في الفندق وبتقابل لورا. Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? هنا بتعرف إن لورا كانت مع ماري في المستشفى، والاتنين كان عندهم نفس الممرضة، والواضح إنهم كانوا أصحاب. ومختصر رسالة ماري للورا: عزيزتي لورا، أنا هسيب الرسالة دي مع ريتشل عشان تديها لك بعد ما أروح. أنا في مكان بعيد دلوقتي ولكنه جميل. أرجوك سامحيني إني مودعتكيش قبل ما أمشي. كوني كويسة يا لورا، وبالراحة على الأخوات. ولورا، بالنسبة لجيمس أنا عارفة إنك بتكرهيه عشان فاكرة إنه مش كويس معايا، بس أرجوك اديله فرصة. هو فعلا ممكن يكون عابس بعض الأوقات ومش بيضحك كتير، بس من جواه شخص جميل. لورا، بحبك كأنك بنتي. لو الأمور كانت مختلفة كنت اتبنيتك. عيد ميلاد تامن سعيد. Laura, how old are you? I turned 8 last week. ومن هنا جيمس بيستوعب إن ماري مستحيل تكون ماتت من 3 سنين. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one Mary... Huh? I must have dropped it. Laura! I gotta find it. Laura! ومن هنا لورا بتروح عشان تدور على الرسالة التانية، وجيمس بيكمل استكشاف الفندق. وأخيرا بتوصل للأوضة اللي كانوا فيها، الأوضة اللي عايز توصل لها من أول اللعبة. وبعدين جيمس بيحط الشريط بتاعه هو وماري، وهنا كل حاجة بتتوضح. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. لحظة واحدة، مش ده كان جيمس بيقتل ماري؟ شكل جيمس في اللقطة دي بيبين إن دي الحقيقة. بتدخل لورا وبتسأل جيمس عن ماري، وجيمس بيعترف بالحقيقة. لورا بتغضب جدا وبتخرج من الأوضة. بعدين بيطلع صوت التشويش بتاع الوحش كرمزية لجيمس، وبيسمع صوت ماري وبتقوله إن هي مستنياه، ومش بيوقف وبيحاول يروح ورا الصوت. وبيتبقى في قصتنا شخصية واحدة بس، أنجيلا. I was looking for you. Now you're the only one left. Maybe then I can rest. Mama, why are you running away?
my mama? It's you! Oh, I'm sorry. Angela. جيمس بيحاول يوقفها وبتشكره انه انقذها، بس بتتمنى لو ما كانش عمل كده وان هي تستحق اللي حصل لها. جيمس بيقول لها لأ، بس بتقاطعه ان هي ما تستحقش تعاطفه، وبتقول له ان هو يقدر ينقذها، بس هل يقدر يحبها ويعتني بيها؟ جيمس بيوطي راسه ومش بيرد، وهي بتقول ان ده المتوقع، كأنها اتعودت على الوحدة، وبتطلب منه السكينة بس جيمس مش بيرضى، وبتقول له انه كان دايما كده، كناية ان حياتها صعبة. وبينتهي المشهد وأنجلا داخلة وسط النار، تحسها رمزية ولكنها رمزية مش مفهومة. هل ده معناه ان أنجلا انتحرت، ولا ده معناه ان هي كناية ان هي استمرت في حياتها القاسية؟ ومن بعد ما بينتهي المشهد ده كده، إيدي مات، ماريا ماتت، لورا هربت، وأنجلا انتحرت، وجيمس مازال على أمل إنه ماري لسه عايشة. وبعدين جيمس بيدخل أوضة وفيها 2 من وحش الهرم وبيقتلوا ماريا. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. وهنا جيمس بيستوعب إن رأس الهرم ما هو إلا رمزية لندم جيمس وعقابه لنفسه، وإنه مش حقيقي، وبيحاربوا المرة دي الوحشين بيقتلوا نفسهم، مش مجرد بيمشوا زي كل مرة. بتكمل طريقك وبتسمع قصص عشوائية بين جيمس وماري لحد ما بتوصل لمكان وبتقابل ماري، بس مش ماري، حتى هي بتقول إن هو قتل ماري، بس بتطلع ماريا، وجيمس بيقول لها إنه مش محتاجها تاني. ماريا بتغضب وبتتحول لوحش، ولكن في الآخر جيمس بيقتلها. وبعدين بيشتغل مشهد جيمس بيشرح لماري هو ليه قتلها، اللي هو بالمختصر مش عشان إن هي كانت مريضة، بل عشان كان عايز يكمل حياته وكان بيحبها، ولكن بسبب مرضها كانت بتغضب منه أغلب الوقت، وهو ما قدرش يستحمل كرهها وكان عايزها تختفي من حياته. وفي النهاية بنشوف جيمس بيمشي مع لورا كأنه كان بيحقق أمنية مراته ماري. وبكده تكون خلصت قصة أعظم لعبة رعب في التاريخ. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي.